فالموضوع بقى فكره ان انت بتربط ابن البلد والاصول بالبلطجه، ده مش خلت صح الاطفال خالص. وخلت الاطفال ان هي بقى عندها فكر مشتت في الحته دي. خلت العنف بقى زايد في المدارس. يعني احنا هنلاحظ مؤخرا بسبب الموبايلات وبسبب التلفزيون والحاجات اللي بتتبث للاطفال، اذا كان خلال الجيمز اللي هم بيلعبوها او اذا كان خلال التلفزيون. فلا الموضوع بقى صعب، يعني بقى فعلا. الدنيا بقت يعني ممكن اصلا كمان بيكونوا شديده. ولاد بجد صغيرين قوي، اللي هو ابتدائي مثلا، وبيضرب ويعمل، لان هو خلاص هو بيكونوا يا حبايبي صغيرين، فدماغهم بتقلد بقى، مش مثلا بيتعلم او بيحاول يشغل الاول دماغه يفكر ده صح ولا غلط، لا هو شايف على طول ده قدامه، وشايف ان اللي بيعمل كده هو البطل وهو الجميل، فبيقلده من غير تفكير. وده يعني محدش عارف بقى الجيل اللي جاي هيعمل ايه، هيفكر ولا هيكمل كده. بالظبط. دي فدي حاجة مخيفة يعني. بس مش عارفة دلوقتي ازاي بقى ممكن ندخل في ولاد الأطفال اللي خلاص في دماغهم ان البلطجة والضرب هو ده التوب، نرجع تاني نرجع المبادئ الكويسة. جيل بقى لا أنا في رأيي ممكن التلفزيون عادي يرجع بقى تاني زي زمان. بس انت في جيل اتضرب، انت الجيل اللي في النص ده من 2005 او 2006، مواليد 2006 لغايه 2010 2012، الجيل ده اتضرب خلاص للاسف. الجيل ده هو اللي وعي بقى على افلام ممثلين معينين، بلاش نذكر اسماء حد يعني، تمام. كانت كلها بلطجه. بالظبط. يعني كلنا، وهو شخص معين واحد طلع كده في فتره عمل واحد عبده حاجه ومش عارف جنسيه بلد او اسم بلد، ايوه جنسيه بلد، فهو شخص كده معين يعني. وعلى فكره مش هو بس، اللي بعد كده كله مشي ورا نفس التيار، كله خد التيمه دي بعد حتى كده. حتى من الممثلين اللي احنا عارفينهم وكبرنا عليهم واللي احنا بنحبهم يعني جدا، اتفاجئت بيهم في رمضان السنه دي. يعني انا حتى كنت بحس زمان ان الاكشن كان بيبقى محترم حتى في المسلسلات، مش عارفه هي الناس تفهمني لا، بس فعلا محترم. لكن دلوقتي بقى في بقى افواره يعني اسفاف، والموضوع صعب. يعني انا اتفاجئت السنه دي في رمضان بمسلسل ما كنتش اتمنى ان ممثل زي ده او اتنين ممثلين. انا شايفه ان المسلسلات لا انا بتكلم على شخصيه انا بحبها يعني، ما كنتش متوقع. هو بتاع اكشن وبتاع، بس طلع في دور بلطجي قفلني منه قفله وحشه. ايوه صح. لا بس في مع ذلك ما اعرفش ليه، بس حاسس ان احنا رجعنا تاني لموضه مسلسلات. احنا كان بقالنا 2 رمضان مثلا كده او 3 رمضان بايه بيعدوا كده، اللي هو ليهم تيمه معينه بعيده عن البلطجه شويه، بس فيها افلام مسلسلات بلطجه، بس مش دي كانت التيمه بتاعت المسلسلات كلها. صح. بس دلوقتي حاسس ان رمضان ده رجعت قوي. وفي مسلسلات الحلو بصراحه في اخر كام رمضان، في مسلسلات بتطلع اجتماعيه واسريه حلوه قوي فعلا فعلا، وكنا كلنا معجبين بيها جدا ومنبهرين بيها، ان هي على الاقل بتمثل فعلا العيله المصريه الحقيقيه. لا ودي حاجه نقطه مهمه جدا، ان هو فؤاد بيظهر لنا العيله المصريه هم ناس احنا ما نعرفهمش مين الناس دي، وحرفيا هم يعني في الناس دي موجوده، بس مش دي الاغلبيه، مش هم دول مصر يعني، مش دول الاغلبيه، اسقط عليهم. هم 5% ولا 10%، 5% مش هيكمل 10%. ايوه بالظبط. تمام 5 ويا ريت 5% اصلا. تمام. الباقي لكن الاسره المصريه كلها واحد يا جماعه، كلنا والله الطبقه المتوسطه دول كتير قوي، واحنا هي دي الناس، وهي دي اللي دلوقتي في المسلسلات الاجتماعيه المعينه بتحاول تظهر ده، ودي حاجه كويسه بصراحه. انا شايف ان دي حاجات فيها فكره، ويا ريت نستمر عليها. يعني انا خلينا في الحاجات المحترمه، الحاجات اللي تربي اجيال بجد، مش الحاجات اللي تهدم. دي حاجه فعلا مهمة. فاكر مثلا برضو ونيس واولاده، ونيس واولاده، وبعد كده ونيس واحفاده. ايوه كان بقى بجد ناس كتير قوي اتربت عليه، طلعوا عليه وعندهم مبادئ وحاجات منه. جد الله يرحمه كان بيقول لي اتفرج على ونيس واحفاده. ايوه يعني لا ونيس ده اتربى عليه ناس، اتربى عليه اجيال كتيره قوي. ولا بس برضو انا في حاجه مهمه برضو ممكن نقولها، ان فكره الانحطاط في السينما او الاسفاف، لا الانحطاط يعني اللي هو المناظر او الحاجات دي موجوده من زمان، بس كانت الافلام فيها فكره. ايوه صح. اللي زاد وغطى حاليا الاسفاف، ان احنا بقينا نشوف حاجه بلا فكره ولا اي حاجه. هي حاجه كده على فكره بنتفرج عليها مره واحده بس، مش بنرجع عايزين نعيدها تاني. بالظبط، هي دي الفكره كلها. ان انت يعني حتى ممكن نتفرج كده في حلقه كده في التلفزيون جت، كان بيتكلم عن ان هو ابطال عبد الغفور البرعي. بيقول لك تخيلوا اجورهم زمان كانت عامله ازاي. ضحك انت تقعد تضحك. أيوة. من كتر ما المسلسل ده اتكلف البادجت دي، عاش العمر ده كله، عايش بقاله فوق. احنا دلوقتي عبد الغفور كانت حاجه و90 او 2000، واحنا دلوقتي فبقاله 24 سنه 24 25 سنه.
فانت مسلسل كل ما بيجي كل ما بتتفرج عليه بينجح اكتر. يعني فهي دي الفكره بقى، ان انت تلاقي مسلسل يعيش. ايوه فعلا. بس دلوقتي احنا المسلسل اللي هو في بنفتقد رمضان الموضوع ده وخلاص دلوقتي. دي بنفتقد. انا كلنا مفتقدينه. كلنا مفتقدين لمة العيله. دلوقتي بقت صعبه، وان انتوا تتجمعوا في بيوت بقت مش كتيره، بس على الاقل مره مرتين في رمضان. زمان كنت تلاقي بص ده هنا وده هنا وده هنا وعلى وده فكره هنا كانت وده زمان هنا مش بتقتصر على العيله بس، كان ممكن الجيران كمان. ايوه دي. وكان انا يعني انا كان عندنا في البيت القديم، انا فاكر كان بيعملوا ترابيزه واسعه كده تحت في الشارع، كلنا ننزل نقعد ناكل عليها، كانت حلوه جدا. وكان معلش انا فكره الطبق اللي هو بيروح ويجي وبتاع ما بقتش موجوده بتهيألي، صح؟ بتهيألي يعني حتى ما شفتهاش قبل كده. انا ما انا كانت زمان يعني شفتها كام مره، بس دلوقتي ما بتهيألي ما بقتش موجوده. ممكن تكون موجوده دلوقتي اكتر في الاماكن الشعبيه مثلا او كده. ممكن بس هي الفكره يعني الحاجات دي اختفت، ولما اختفت زعلت الواحد بصراحه. ايوه صح. كل اللي بنتمناه، او انا فعلا بتمنى الحياه الرمضانيه دي ترجع تاني، ويكون في رقابه من الاهل على الاولاد، ورقابه على مسلسلات والافلام. لا وعموما المسلسلات والافلام في العموم، لان المسلسلات والافلام والموبايل الثلاثه دول اكتر حاجه بتاثر على الاطفال في الجيل اللي احنا بنتكلم فيه. يعني انا كنت لسه بقول لمريم من شويه الفكره مثلا الاطفال اللي بيلعبوا في الشارع، انا لما شفتهم بيلعبوا في الشارع في رمضان واتبسطت. مش بقى كان قبل الفجر. فكره الموبايل والتابلت والحاجات دي خلت في توحد عند الاطفال بمنظر بشع. التلفزيون والفيديوز لان طبعا كده كده احنا هنتكلم ان اكتر حاجه بيمسكها الاطفال او احنا هي الموبايلات والتابلت والحاجات دي كلها، فبيظهر منها فيديوز مثلا المسلسلات والافلام. لازم يكون في رقابه على الحاجات دي، لان الحاجات دي بتاثر على الاطفال بشكل فظيع. يعني عامه الحاجات اللي بتبقى على التلفزيون بتروح السوشيال ميديا فبتطلع لهم، هي داخله لهم بالظبط. هي مش هتفرق بقى خدوها من التلفزيون خدوها من الموبايل من السوشيال ميديا عموما او اي حاجه. بس خلصنا كده. ايوه. رمضان كريم يا جماعه، وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله. وقولوا لنا انتوا بتتفرجوا على مسلسلات ايه في رمضان، او ممكن ما تتفرجوش ونعبد ربنا احسن. دي حاجه احسن. انا بصراحه ما اتفرجتش على مسلسلات لغايه دلوقتي في رمضان. انا شفت كلها لقطات. انا ما شفتش حاجه بصراحه، يعني مسحول في الشغل ولا الحاجات دي. وبصراحه يعني هي فكره مثلا انت دلوقتي الصيام بقى وقته قليل. تمام. فهو بنحاول بنصوم حوالي 13 ساعه، وطبعا بين المغرب والعشاء والتراويح والحاجات دي والسحور ومش عارف ايه، فانت ما فيش وقت يعني صح. بس لو بتتابعوا قولوا لنا انتوا بتتابعوا مسلسلات ايه، ورايكم في المسلسلات دلوقتي ايه. دي حاجه مهمه جدا. وهي سمبوسه ولا سمبوسك؟ دي حاجه مهمه جدا برضه. انا بقول سمبوسه. انا بقول سمبوسك. لا سمبوسه. لا سمبوسه. سمبوسك. قولوا لنا في الكومنتس يا جماعه. انا لسه شايفه بوست بيقول اصلا سمبوسه دي عامله زي محمى كده، لازم يبقى ليها باقي. محمى. انا مش شرقيه فاحنا بنقول محمى، فاحنا عندنا سمبوسه. سمبوسك. سمبوسه. قولوا لنا في الكومنتس وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واستنوا حلقه جديده ان شاء الله. واتمنى ان احنا نكون بنفيدكم بحاجه، او البودكاست ده يوصل لحاجه كويسه. كل اللي احنا بنتكلم فيه هي مواضيع اجتماعيه. ايوه هم كمان ممكن يشاركونا اصلا في الكومنتس لو في توبكس عايزين نتكلم عليها او كده، قولوا لنا واحنا هنتكلم عليها. بالظبط كده. ويا ريت لو حد عنده قصه مثلا فيها حاجه حلوه او استفاده حلوه الناس تستفاد منها يكتبها لنا عادي وهنقولها يعني. ايوه. شكرا. باي باي.